يا مساء الفل والجمال. أهلا وسهلا بيكو معاكو نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. خلينا أبدأ معاك بسؤال بسيط. آخر يوم في السنة الساعة قربت على 12، الناس بتكتب أحلامها وأهدافها، وانت فاتح الموبايل بتحسب وتعيد الحساب وتسأل نفسك، هو المرتب راح فين؟ هو أنا اشتغلت السنة دي كلها ليه؟ وليه كل سنة بقول السنة الجاية هرتاح وما بترتاحش؟ خليني أقولك الحقيقة من غير تجميل، مشكلتنا مش في إن الفلوس قليلة، مشكلتنا إننا بنتعامل مع الفلوس بنفس الطريقة وبنستنى نتيجة مختلفة. معظمنا بيبدأ السنة بنفس الدعاء، يا رب السنة دي تكون أحسن مادياً، بس بتكملها بنفس العادات، بنفس الصرف، بنفس القرارات وبنفس الخوف ونفس الكلمة. هو شهر وهيعدي، فتعدي السنة واحنا لسه واقفين مكاننا. خلينا أطمنك، سنة الراحة المالية مش محتاجة معجزة ولا ضربة حظ ولا مرتب مضاعف، هي محتاجة تغيير صغير بس في المكان الصح. التغيير الأول اللي لازم تعمله هو الوعي. قبل ما تسأل هكسب إزاي، اسأل نفسك الأول، أنا فلوسي بتروح فين؟ مش عيب إنك ما تعرفش، العيب إنك تكمل وإنت مش عايز تعرف. الراحة المالية بتبدأ بدفتر وقلم وشجاعة إنك تبص على أرقامك من غير ما تجلد نفسك. التغيير التاني وهو القرار. الناس نوعين، نوع مستني الفلوس تغير حياته، ونوع قرر يغير حياته عشان الفلوس تيجي. مش مطلوب منك مشروع ضخم ولا مخاطرة مجنونة، بس مطلوب قرار واضح، أنا مش هكمل كده. التغيير التالت وهو الالتزام، مش حماس أول الشهر ولا بوست تحفيزي ولا من بكرة هبدأ. اللي بيوصل هو اللي بيكمل، حتى وهو زهقان، حتى وهو شايف النتيجة بطيئة، حتى وهو تايه شوية. عارف أكتر حاجة بتوجع؟ مش قلة الفلوس، الوجع الحقيقي إنك تحس إنك لوحدك، بتحاول وبتغلط وبتزهق وبترجع لنقطة الصفر. بس خليني أقولك من قلبي، أنت مش لوحدك ومش متأخر ومش فاشل، أنت بس محتاج تمشي مش تجري. نصيحتي ليك في الحلقة دي، ما تحملش نفسك السنة كلها مرة واحدة. الراحة المالية مش سباق، ده مشي هادي. ابدأ بحاجة واحدة بس، راقب صرفك، افهم نفسك، ما تجلسش نفسك. اللي بيتعلم بيغلط واللي بيكمل بيوصل. السنة دي مش عايزاك تسمع كلام وخلاص ولا تتحمس وتنسى. أنا هكون معاك حلقة ورا حلقة، نمشي الموضوع من أوله، نفهم، نغلط، نتعلم ونعلي سوا. خطوة صغيرة النهاردة أحسن من 1000 نية بكرة. لو لسه بتدور على علامة فهي دي، السنة دي مش سنة ضغط ولا خوف ولا مش وقت. السنة دي سنة وعي، سنة تغيير حقيقي، وسنة راحة مالية بإذن الله. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا، أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.